اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيكة معانا بدون بيض، بدون حليب، بدون سمنة، بدون زبدة، بمكونات بسيطة جدا في قلب مطبخك هتعملي الكيكة الجميلة دي واللون التحفة وريحتها اللي جايبة آخر الدنيا. وزي ما احنا شايفين يا جماعة الارتفاع قد ايه، وهشة جدا واسفنجية وما فيهاش ولا بيضة. معانا بقى في شفشق الخلاط بمنتهى السهولة اهو مج من السكر. ده المج ده وزنه او مقداره 250 ملي، ونص كوباية او نص مج من الزيت. يا ريت يكون زيت كويس، يبلاش زيت التموين لانه بيديها ريحة مش كويسة. ومعايا كوباية او مج من عصير البرتقان. عصرت برتقانتين كده ادوني المج ده. هنزل كده في شفشق الخلاط، كل المكونات معانا في شفشق الخلاط، ومعانا قشر البرتقان. تقدري تبشريه بالمبشرة وتحطيه مبشور. انا حطيته كده على طول بس من غير القشرة البيضة اللي بتبقى في الظهر عشان ما تمررش الكيكة معانا. هضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا في الخلاط لمدة 10 دقايق لحد ما نحس ان القوام تقيل شوية كده زي ما احنا شايفين. ومعايا بقى المواد الجافة، معايا كوبايتين او مجين من الطحين او الدقيق. لازم انخلهم كويس جدا كده عشان يدخل لهم هوا. دي اول واحدة، هنزل بالتانية زي ما احنا شايفين يا جماعة بمنتهى السهولة والبساطة اهو. وغير ريحتها بقى مش قادرة اقول لكم كانت جايبة اخر الدنيا. هجيب بقى معايا كيس من البيكنج باودر او خميرة الحلويات، هحط كله يا جماعة عشان انا مش مستعملة بيض، فلازم يكون معايا مادة رافعة كويسة. هقلب بقى البيكنج باودر كويس مع الدقيق عشان يتوزع كويس، ما يبقاش حتة فيها وحتة لأ، عشان يبقى الكيكة مستوية معايا. هقلبه كويس بمضرب السلك، وبعدين هجيب الدقيق احطه بالتدريج جزء جزء كده، وبعدين اضربه ولما يختفي احط جزء كمان عشان نضمن ان هي ما تكلكعش معانا، وفي نفس الوقت بيدخل لها هواء كويس جدا. هحط بقى الدقيق والكمية كلها ونشوفها مع بعض. انا في المرحلة دي يا جماعة انا مولعة الفرن من قبل ما اشتغل في الكيكة عشان يسخن. زي ما احنا شايفين القوام، هي احتاجت بالظبط مج البرتقان، وحطيت لها كمان ربع كوباية مية. طبعا نوع الدقيق بيختلف. معايا بقى صينية هدهنها كده بمعلقة من السمنة، وادهنها كويس من الجوانب ومن الارضيه. تقدري تحطي ورق زبده لو انت عايزه. ومعايا معلقه من الدقيق او الطحين، هوزعها كويس جدا كده في الصينيه. اعفرها كويس وبعدين هنزل بالكيكه بتاعتنا زي ما احنا شايفين يا جماعه القوام. بتكون بالقوام ده، لا هي تقيله قوي ولا خفيفه قوي. وبنزلها بقى في الصينيه. الصينيه دي المقاس الصغير في الطقم، يعني التالتة الصغيره خالص. هوزعها كويس جدا كده. وبعدين اخبطها خبطتين على الرخامة وادخلها الفرن. انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180 من قبل ما ابدأ في الكيكة. بدخلها اخدت بالظبط معايا 35 دقيقة او 40 دقيقة يا جماعة، وبتبقى بالشكل التحفة اللي احنا شايفينه ده. وزي ما احنا شايفين قطعت قطعة معاكم، وبصوا قد ايه مرتفعة وقد ايه اسفنجية وطرية جدا جدا يا جماعة. مش قادرة اقول لكم الطراوة بتاعتها اسفنجية جدا. وزي ما احنا شايفين ارتفاعها من غير ولا بيضة. بجد لونها تحفة، وريحتها بقى وريحة البرتقال كانت جايبة اخر الدنيا. بجد جميلة جدا وهتعجبكم. اعمليها بمنتهى السهولة والبساطة ومش محتاجة اي مقادير ولا مكلفة خالص. أتمنى الفيديو يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.